السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفاء ونور العيون وضياها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب اشوفكم في احسن صحة واحسن حال. النهارده يوم جديد وفيديو جديد، بس حابة قبل ما ابدا لو بتشوفيني لاول مرة اشتركي في قناتي وفعلي زر الجرس ودوسي على الكل عشان توصلك اشعارات بكل وصفاتي، ولو عجبتك وصفاتي بجربيها وتقولي في التعليقات. وحبايبي المشتركين معايا بصبح عليكم، بقول لكم وحشتوني جدا جدا. يا رب اشوفكم على خير. تابعوا الفيديو للاخر، ما تبخلوش عليا باللايك. هنا بقى انا عندي هحط كوبايه من الكوبايه دي كده، هعاير بيها كوبايه ونص لبن، وعندي هنا بيضتين، وعندي فلفل اسود ورق لوري وحبان مرحوطين على بعض، وعندي ذره ملح، وعندي 3 معالق زيت، وهنا عندي هحط كوبايه ونص دقيق. ولو البيض بقى بلدي حط 3 بيضات، هو بقى البيض ده كبير هحط بيضتين بس. تابعوني بقى لاخر الفيديو، ما تروحوش في اي حته. وعندي بقى نص كيلو لحمه مفرومه هعصجها قدامكم، واحنا عصجناها طبعا قبل كده 100 مره، بس برضه هعصجها قدامكم. تابعوني بقى لاخر الفيديو، ما تروحوش في اي حته. هنا بقى احط البيض، احط الفلفل الاسود، احط هنا بقى خل بسيط مع ربع معلقه كده. الخل بيمنع الزفاره. هحط بقى هنا كوبايه لبن ونص، حط هنا بقى دول 3 معالق زيت، هنا بقى حطيت البيض واللبن، نقلتهم في بولة هنا والزيت، وهنزل بقى هنا في الدقيق كده هنخله عشان ما يبقاش في اي تكتلات. كده خلاص اهو الخليط اهو، وده سمكه كده. وانا بقى طبعا صفيته من المصفى منعا لاي تكتلات اهو. هسيبه بقى شويه يرتاح، اغطيه كده واركنه شويه يرتاح قبل ما اشتغل فيه. هنا بقى حطيت الطاسه كده على النار وسخنها يعني كده خفيف، وههدي النار
وهنزل بقى كده بالكبشه، مش هكتر عشان ما تطلعش تخينه، واسيبها بقى على نار هاديه. وانا عندي بقى هنا طاسه ما بتلزقش، لو طاسه بتلزق تدينيها زيت. اول بقى ما تستوي من الحروف كده نقلبها على الجنب التاني. كده بقى قلبتها على الجنب التاني ومهديه بقى النار خالص عشان ما تتلسعش مني. كده بقى خلصت الكمية اهي، ودول بقى اللي طلعوا من المقدار اللي انا عملته. شايفين بقى اهي العجينة ناجحة وفي منتهى الجمال. عندي بقى هنا اللحمة عصقتها اهي بالطريقة اللي احنا متعودين عليها. نزلت بفص مستكة وحطيت اللحمة الاول وبشرت بصلة وسبكت بقى العصاج وحطيت شوية صلصة ومعاهم شوية مية مغليين، وبعدين نزلت بالفلفل الالوان وحطيت بقى بابريكا وتوابل وكده. هنا بقى هحشي بقى الكانيلوني. هاتني كده الجنبين كده جنب بعض والف بقى كده. هعمل واحدة كمان. هكمل بقى بقية الكمية واجيب البايركس بتاع ارصهم فيه وارجع لكم. تابعوني لاخر الفيديو. هنا بقى عملت صلصة طماطم وحطيتها كده في ارضية القالب، وهرص بقى الكانيلوني. هنا بقى هدهنه كده بقى صلصة برضه على الوش كده.
هنا حطيت 3 معالق سمن و3 معالق دقيق، وهعمل بقى بشاميل خفيف. هنا بقى عندي نص لتر لبن، هنزل بقى دي كده بسرعه. عندي بقى هنا جبنه موزاريلا انزل بيها، هنزل بقى هنا بالبشاميل كده على الوش. وهدخله بقى القالب الفرن ويستوي بقى وارجع لكم. وكده بقى الكنروني طلع من الفرن اهو، وده شكله وريحته في منتهى الجمال. وكده الفيديو بتاعنا النهارده انتهى، واتمنى لكم مشاهده ممتعه، والى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد. وتحياتي من قناتي، واتمنى ان انتم تجربوه وما تبخلوش عليا بقى باللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.